السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أعزائي المستمعين مستمعي برنامج نبني لبكرة على راديو القاهرة الكبرى، أهلا بكم وحلقة مميزة اليوم مع الكاتبة الصحفية عضو مجلس النواب الأستاذة فريدة الشباشي. أولا نرحب بها، أهلا بك أستاذة فريدة. أهلا بك وبكل السادة المستمعين. بداية الأستاذة فريدة الشباشي، الاسم المعروف على مستوى جمهورية مصر العربية وأيضا على المستوى العربي، يعني قدوة يحتذى بها في جميع المجالات. يعني كيف يعني الخطوات التي يمكن المرأة المصرية أن تحتذيها لتصل لأي مكانة تريد أن تبقى فيها؟ شوفي، أنا عمري ما فكرت إن أنا أبقى في مكانة. أنا فكرت أن أؤدي كل ما علي أدائه، يعني كل حاجة في الدراسة، في الشغل، في الحياة، في العلاقات الاجتماعية، كله أكون صادقة فيها. وده اللي خلى إن أنا بقيت أحظى باحترام الحمد لله شبه إجماعي. نبتدي بالفتيات في الجامعة. الفتاة في الجامعة، حضرتك نصايحك ليها ايه عشان تكون يعني اولا تحظى بدرجات عليا في الجامعة، ان تكون مواطنة مصرية مؤهلة للمجال الأسري والمجال العملي بعد ذلك؟ يعني إنه برضو زي ما بقول إنه هي تؤدي أو يعني تبذل مجهود لاستيعاب كل الدراسات اللي بتاخدها في الجامعة. أنا مثلا كنت حقوق، فأنا كنت حريصة جدا 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 على إني ليس أقرأ فقط، بل أستوعب وأفهم جيدا وتماما مغزى الشريعة الإسلامية، مثلا مغزى القوانين الدولية، مغزى القانون الأحوال الشخصية. كل حاجة كنت باخدها بجدية، ولذلك الحمد لله خدت ال4 سنين بتوع كلية الحقوق في 4 سنين. يعني ما عدتش سنة رغم إني كنت بشتغل وكان عندي ظروف عائلية صعبة شوية. بس الحمد لله أنا من تجربتي أنا إن الإخلاص في أي عمل هو سر النجاح. حضرتك ذكرتي الجدية والإخلاص. طبعا. الجدية والإخلاص في جميع مجالات الحياة، حتى في الحياة الأسرية، كله يؤدي بالعكس، إلى النجاح. لازم الحياة الأسرية، لأن الحياة الأسرية مسؤولية كبيرة جدا. يعني دلوقتي أنا بشوف ناس للأسف تخلوا حتى عن دورهم ده، واعتبروا إنه هي الدولة اللي تقوم بيه في المدارس وكده. لا، الطفل اللي بينشأ في أسرة لازم ياخد المثل من أبوه وأمه، من الأسرة نفسها. إزاي؟ يعني أنا مثلا عمري ما أنسى إن ابني كان دايما بيشوف أنا بعمل إيه. أنا عندي ولد واحد اللي هو نبيل، بس يعني كان دايما بيشوف أنا بعمل إيه وبيحاول يستوعبه وبيسألني عليه بعدين. يعني أنا مرة مثلا كنت عنيفة معاه وضربته عشان كذب عليا. فقلت له طب ليه ما تقوليش الحقيقة؟ قال لي عشان بتضربيني. قلت له طيب أنا هقول لك بقى، أنا لما أنت تقولي الحقيقة وأضربك يبقى أنت دفعت ثمن الغلطة بتاعتك، لكن احتمال كبير جدا جدا إنك لأنك قلت لي الحقيقة فأنا أعفو عنك. من ساعتها والله ده الكلام ده شوفي من إمتى، عمره ما كذب، لا عليا ولا على غيري. ما شاء الله ما شاء الله. يعني توجيه الأولاد بالنصيحة ليس بالعقاب اليدوي أو المادي نقول. طبعا. يعني لو العقاب المادي بيفيد ولا ما بيفيدش يا أستاذة فريدة؟ إنه ما العقاب اديلوش المادي مصروف مثلا اه ممكن يسرق. ممكن يعني. لا، العقاب ما يبقاش بشكل عنيف، وعلى حسب السن وعلى حسب الخبرة. لازم يبقى عندنا يعني يبقى عندنا يقظة إن كل حاجة بتتعمل بيفضل أثرها. أنا هستغل اللقاء وهستغل وجودي مع حضرتك، يعني تنصحيني أكون أعمل إيه عشان أكون مذيعة شاطرة ناجحة وامرأة ناجحة، وحضرتك قدوتي فعلا فعليا فعلا بقول قدام الجماهير حضرتك قدوتي. شكرا جزيلا. بس أنا يعني
بتهيألي في كتير دلوقتي مستمعين ومن اللي بيعرفوني عارفين إن أنا ما كانش في ذهني الإعلام. أنا كنت رايحة فرنسا أشتغل محامية في مكتب دولي، فإسرائيل قتلت الدكتور محمود أبو عافية اللي كنت هشتغل عنده، وده غير أبو وافية قريب السادات. أبو عافية ده كان محامي دولي، وقتلته إسرائيل مع الشهيدة سلوى حجازي في نفس الطيارة. فأنا اضطريت أروح الإعلام لأنه كنت دارسة اللغتين، وما عنديش مجال تاني غير إن أنا أستخدم اللغة. يعني ما عنديش يعني ما عنديش حرفة مثلا، لا أنا دكتورة ولا أنا طبيبة قصدي يعني، ولا أنا بعرف أزياء، لا أنا كله في اللغة بس. فاستخدمت اللغتين لأن البرقيات كانت بتنزل بالفرنسية وأنا بصيغها بالعربية حتى أتوجه بها إلى مستمعينا في الشرق الأوسط كله من إذاعة مونتي كارلو. طيب يعني ده اجتهاد من حضرتك وظروف يعني اختارتك انك تكوني في هذا المكان غصب عني زي ما تقول. ربنا بيقدر المقدرات للخير دائما للإنسان. برضو أنا مصرة الخطوات اللي أنا أمشي عليها عشان أكون ناجحة، أو أي امرأة سمعيني، أن أكون أؤدي عملي بكل الجهد يعني الكمال، يعني أنشد الكمال. يعني أنا لما كنت أكتب صيغة لخبر هقوله على الإذاعة كنت بقرأ مرتين 3 أشوف يعني إذا كان مظبوط، إذا كان كويس، إذا كان ماشي، ما فيش حتة بتعثر فيها كده. يعني يبقى في اعتناء. أنا رأيي إن الضمير هو أساس كل حاجة في الدنيا. الضمير والجدية والإخلاص معاني نكتسبها من لقاء حضرتك تدرجا في اللقاء. العند، هل العند والإصرار على موضوع ما للوصول إليه ممكن تكون تدابير الله غير راغبة في هذا الموضوع؟ ماذا يفعل الإنسان في هذا الوقت؟ يعني هيعرف إزاي إن ربنا غير راغب؟ تسقط كل محاولة ان هو يوصل للموضوع ده لا، تفشل. يمكن هو ما بيبذلش الجهد الكافي. يصر يعني. يعني أنا رأيي إن الإنسان يعمل كل ما في استطاعته من جهد وبكامل الإخلاص، وبتهيألي ربنا بيوفقه يعني. إن شاء الله إن شاء الله. أنت شايفة حضرتك دلوقتي التعليم في جمهورية مصر العربية وطرق التدريس بها، يعني تقييمك حضرتك ليها إيه هو عبارة عن يعني أنا بقالي كتير قوي سايبة التعليم طبعا، بس اللي بسمعه وبتابعه إنه في يعني لسه أخيرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب إن يبقى فيه اهتمام، يعني أقصى اهتمام ممكن بالتعليم، لأن التعليم ده هو اللي هيحطنا، اللي هيرجع مصر تاني تستعيد مكانها ومكانتها. وإنه التعليم هو اللي بيؤهل الأجيال القادمة، اللي هو الرئيس قال على الشباب، قال لهم أنتوا بكرة. فبكرة ده لازم نأسسه من دلوقتي يعني. ما ناخدش الحكاية باستسهال كده ويلا معلش بقى اللي يحصل، لا، لازم نهتم بأن كل الشباب عندنا واعي وفاهم وعنده يعني عنده بصيرة وعنده إصرار على أنه يخدم بلده. المحليات، حضرتك كعضو مجلس نواب وفي مجال السياسة، المحليات ووجود المجلس المحلي وأعضاء المجلس المحلي الغائب عن مصر فترات كبيرة، رأي حضرتك إنها يجب أن تكون موجودة بنسبة كام في المية؟ بدون المحليات، أعضاء المجلس المحلي يجب أن تكون موجودة في مصر بنسبة كام في المئة؟ والله بالنسبة اللي تؤمن إنهم يشوفوا شغلهم كويس. أنا المحليات عندي عقدة نفسية منهم، لأنه قبل ما أسافر فرنسا سنة 73، في أول 73 كانت مصر فيها كورنيش النيل كله أخضر وكله جميل. لما رجعت بعد كذا سنة لقيت إنه كله بقى عمارات قبيحة لا تليق حتى بمصر، لأن إحنا بناة الأهرام ما ينفعش
نبني عمارات زي اللي مبنية على كورنيش النيل، والتهمت الأرض الزراعية كلها. وكل ده كان بالتواطؤ بين للأسف عدد من أعضاء المحليات مقابل رشاوي. طيب يعني في الوضع الحالي اللي احنا فيه دلوقتي مع وجود الرقابة الزائدة، هو ده يعني المحليات لها أهمية في تواجدها؟ ليها أهمية، بس تكون تحت النظر، تحت الرقابة، تحت الجهر بكل حاجة بتتعمل. مش يعني أنا كنت بندهش جدا إن لما حتى كان حد يروح يشتكي إنه في عمارة اتعملت، عمارة قبيحة على أرض زراعية، فيبقى في خناقات كده يعملوها، طبعا مقابل الرشاوي بيعرفوا يعملوا ده. فالقاضي يقول لك يبقى الوضع على ما هو عليه عشان مش هيهد. بس اللي حصل ان احنا يعني انا منظر الكورنيش الى هذا اليوم بيعمل لي نوع من يعني الحزن الشديد والاسف على مرحله كان فيها كل الكورنيش النيل كله اخضر وكله جميل يعني. دلوقتي حاليا في ممشى مصر، ممشى أهل مصر حس إن الصورة ممشى، بس الأول كانت أرض زراعية. كانت أرض يعني زراعية. دول يعني أهدروا عدد مش عارفة كم فدان يعني كتير يعني. وحاليا يعني كلنا نسعى للحفاظ على الأرض الزراعية زي ما حضرتك ذكرتي. والدليل إن الرئيس بيتوسع كمان في الأرض الزراعية في استصلاحات، لأن إحنا بنزيد دولة كل سنة. إحنا بنزيد 2 مليون ونص مليون. يعني ده كتير برضو. لازم برضو يبقى فيه وعي إن أنت الطفل اللي تجيبيه ما تجيبيهوش وهو وحظه بقى يترمي في الشارع لا، يبقى عندك التصور لكل حياته المهنية. أستاذة فريدة الشباشي، الكاتبة الصحفية وعضو مجلس النواب، يعني لقائي مع حضرتك مثمر، ونخلص به في النهاية الجدية والإخلاص والإصرار وفي العمل في جميع أمور حياتنا هو الطريق السليم للنجاح. بالضبط كده. شكرا ليكي، شكرا نورتيني ليك. وتشرفت بلقائي مع حضرتك. شكرا، أنا كمان اتشرفت بمعرفتك. شكرا ليكي.